الله يسعد مساكم. طبعا حزام ناري قبل قليل يا اخواننا، يعني هز الدار هز. طبعا احنا في خان يونس اول الحرب، يعني بلشنا لنا يومين بس نسمع الحزامات الناريه، فقررت بما اني ناشط على السوشيال ميديا اسال شباب زملائي في الشمال، قلت لهم كيف كنتوا تتعاملوا مع الحزام الناري، يعني شو كنتوا تسووا؟ فقالوا لي يا ابو سمير اسمع لنقول لك، الحزام الناري عباره عن عده غارات في عده ثواني ورا بعض، يعني ممكن يصير 7 8 9 ورا بعض خبر، وبتلاقي الدار بترج رج وانت بتبقى تتفضفض. قلت لهم ايش يعني نسوي؟ يعني وين نشرد؟ وين نروح؟ قالوا لي لا، في الحزام الناري بيختلف عن القصف اللي لحاله. في الحزام الناري استنى شوي، ما فيش شرود، لا انت بتقعد مكانك وبتغمض عينيك وبتتشاهد واستقبل القبله. بعد ما يروح الصوت بتفتح عينيك، اذا لقيت حالك بتتحرك لقد نجوت، لقيت حالك بتتحركش خلص ابقى شويه وحتبدا يسالوك من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول؟ فبقى الله يرحمك بقى يدفنوا ويلفوا. يا اخواننا حزامات ناريه طقع، تقول مغلولين باقيين وندمانين انهم عطونا هدنه. هذا مش هدنه، هذا تنهيده. بلشوا ضرب من فوق الحزام ومن تحت الحزام، عابوا ذنيه شعارنا على وين الضرب مودينا؟ حزام ناري على القبر ولا مهججنا على سينا؟ قاعدين في خان يونس ويا ويل اللي عادينا، قاعدين ويا ويل اللي عادينا، يا ويل علينا يا ويل علينا. تقلقوش وما تخافوش، هي موتة واحدة.